في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الفيفا يعلن رسمياً إيقاف القيد ال16 لنادي الزمالك. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد الزمالك للمرة ال16 بسبب أحد القضايا ومستحقات متأخرة لدى أحد اللاعبين أو المدربين. وجي قرار فيفا صباح يوم الأربع الموافق 6 مايو الجاري بإيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات مقبلة، مما يعني أن المستحقات التي تأخر الزمالك في دفعها كبيرة وليس بالقليلة. وكان نادي الزمالك تعرض للإيقاف رقم 15 قبل مواجهة الأهلي في ديربي القاهرة، وكان سببه القسط الثاني لصفقة البرازيلي خوان بيزيرا. ويحتاج الزمالك لإنهاء قضاياه من أجل الحصول على الرخصة التي تمنحه حق المشاركة في جميع البطولات خلال الموسم المقبل بما فيهم البطولات المحلية. وهناك أداة أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يكشف من خلالها عن إيقافات الأندية، ولكن دون الكشف عن سبب الإيقاف.